وكان نفسي أقول إن الأوضاع استقرت والدنيا بقت تمام، لكن مع الأسف مشاكل محمد كريم ما انتهتش لحد هنا. أول يوم تصوير للممثلة الفرنسية كوليت دارفي كان كريم متحمس جدا للتعاون معاها لأنه شاف لها أكتر من فيلم وشايف إن هي ممثلة قوية وجميلة جدا وجذابة. لكن العمال الفرنسيين أول ما شافوها داخلة الاستوديو قعدوا يصوتوا ويضحكوا ويقولوا مين المجنون اللي كلم الست دي تيجي تمثل معاه. فمحمد كريم ما فهمش وسألهم ليه بتقولوا كده، الست دي شاطرة. فقالوا له شاطرة مين يا عم، انت مش عارف حاجة، الست دي طول الوقت عصبية ومتنرفزة ومتكملش تصوير وخناقات ومشاكل ومجنونة خالص. فمحمد كريم قال يا دي النيلة ايه النحس اللي راكبني ده يا ربي، لكن ما كانش عنده حل بديل وكان لازم يكمل. فدخل يصور اول مشهد وهو متحفز جدا ليها، وكان المشهد ده بيدور ما بينها وما بين يوسف وهبي، وشخصية يوسف وهبي المفروض انه بدأ يشك فيها فبيحصل ما بينهم خلاف. وبيحكي كريم في مذكراته انهم بمجرد ما بدأوا تصوير وتفاجئ اثناء المشهد انها بتحاول تعري نفسها بشكل كبير جدا مبالغ فيه عشان تلفت الانتباه، فاتخض ونط وقف التصوير وقال لها ايه ده، انت ايه اللي بتعمليه ده؟ فقالت له ايه المشكله، عادي يعني دي حاجه حلوه. فقال لها لا ده حلو بعيد، ده في اي مكان تاني مش في السينما عندنا. فطبعا هي ما فهمتش هو ليه بيقول كده، فاعترضت وقالت له لا انا من حقي ان انا اصور كده. فقال لها لا لا احنا ما ينفعش الكلام ده معانا، والتصوير مش هيمشي بالشكل ده خالص، وتلمي يا وليه احنا دافعين فلوس وعايزين نلمها.